السلام عليكم اخوان، فيديو جديد صراحة بعد طويل. المهم غادي يكون فيديو قصير. اللي عجبني بزاف في هذا الفيديو، آه، هنا كيبان الفرق ديال ماغنوس كارلسن. طبعا هاد المباراة اختاريتها من تايتل تيسداي. ماغنوس مع بطل العربي فوزي أدهم، ما يلقبه البعض بطال العرب، ولكن هنا في هذا الماتش هذا ما كاين لا طال ولا والو، كاين غير ماغنوس. صراحة يعمل ماغنوس واحد التكتيك كنتحدى اي لاعب في العالم 2700 2800 انه يعمل هاد النقلة هذه. طبعا ماشي هنا كتبان الوضعية يعني متعادلة. غادي نكملوا شوية هاد المباراة لانها مباراة بليتز. طبعا غادي ملي غنوصل للوضعية غادي نطلب منكم توقفوا الفيديو، وكنتحدى اي واحد الا ما كانش طبعا شاف تفرج في هاد بطولة الابطال اللي انقامت هاد الثلاثاء يناير 2025. شي حاجة من الخيال، انا ما نلعبش صراحة. واخا انا لاعب قوي في التكتيك وكذا وهذا، ولكن ما نلعبش والله ما نلعبها. يعني وريتها عرضت هاد الوضعية على ابطال في النادي ديالنا، نادي التواصل، وطبعا كانت ردود الافعال ديال التفاجؤ صراحه، لان ماشي نقله ماشي عاديه. كاين اللي قرب من الاجابه، ولكن صعيب تلقى داك الكماله ديال الساكريفيس. طبعا هنا مازال المباراه تستمر عاديه، لا شيء زعما يثير الاستغراب او الدهشه. حاولت هنا نوريكم المباراه كامله باش تمتعوا بها اكثر، لان الا وريتكم غير الوضعيه ربما ما غاديش تعرفوا. هنا فوزي ادهم دخل شي شويه في الزيت نوط، يعني عنده مشكل في التوقيت. ماغنوس هنا معاه دقيقه و40، وادهم عنده 13 ثانيه. هنا احتلال الرخ ديال السطر السابع يشكل المشاكل لفوزي ادهم. هنا ماغنوس لن يتخلى عن السطر السابع، والوضعيه هنايا بلوس يعني بلوس 5 او بلوس 6، يعني ما كاينش علاش كيبان فقط تفوق ديال البيدق، والبيدق اللي متفوق به ماغنوس يعني متراجع، ماشي شي تشكيله بيدقيه اللي هي عنده. ربما الاسود هنا عنده تشكيله بيدقيه رائعه. كما قلت ادهم فوزي يحاول التخلص من ذلك الرخ، ولكن هنا ماغنوس قام بواحد لا باتخي. هنا غادي تقرب من الكومبينيزون، غادي نحبس لكم الفيديو في الساعه المناسبه. هنايا هنايا لقاو. هنا كنتحداكم، يعني كنتحداكم انكم توقفوا الفيديو ولمدة ساعة. شحال ماغنوس عنده دقيقة وعشرة دقائق وعشرة ثواني، ثم خليوها ساعة وعشرة دقائق. ولا جبرتو هاد الكومبينيزون فمبروك عليكم، مشيو شاركوا في بطولة العالم. صراحة ما توقعتش هنا باش نشرح لكم. هنا ماغنوس يعني مطلوبة لا دام ديالو في بي 7، كذلك الاسود حتى هو مطلوبة لا دام ديالو. يعني الا خديتي لادام ديالي في ويت غادي ناخذ لك لادام ديالك في بي 7، غتبقى الوضعيه يعني تفوق بسيط ديال هذاك البيدق. ولكن ماغنوس ما لا يهمه هذا التفوق، وصراحه لعب واحد النقله خرافيه 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 خرافيه. عمري شفت في حالها، عمري شفت في حالها صراحه. حسيت بواحد الضعف امام هذه النقله هذه. يعني كنشوف لي تاكتيك دائما وهذا، ولكن قدام هذه النقله هذه كنتحدى يعني ناكامورا ولا باش كان يلعبها في هذا. ما تقوليش شي لاعب من غير طال واقيلا كان يلعبها، ولا فيشر، نسي با فيشر ولا طال هما اللي كانوا يقدروا يلعبوها. الا عرفتي شكون كان يلعب هذا الساكريفيس هذا كتبوه في الكومونتير. المهم النقله اللي لعب ماغنوس خطيره، هي دام برون اف 7. واو 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 ساكريفيس، شحال فكر فيها 9 ديال الثواني. واو 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 9 ديال الثواني باش غادي ياخد بلا تور، ماشي بالحصان، لان الا خديتي بالحصان
غادي يموت الهجوم ديالك. وهنايا عاوتاني وقف الفيديو. واو 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 ساكريفيس ديال لا تور بإيشيك، كلهم نقلات باللي تيمبو شي حاجة خيالية من عالم آخر. هنا استسلم أخي، استسلم فوزي، ما بغاش يستسلم، خلاه يدير له اشيكيمات. واو 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 اشيكيمات بالزيتون وبالفرماج. اذا ماغنوس تبارك الله عليك اخاي، الله الا اخاي زعما كتبرد لي الغليل ديالي في الشطرنج. ناري ما كنتش كنسجل.